السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. معكم الكاتب والمؤلف خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات ومترجم لغة مصرية قديمة ومؤلف سلسلة الأجداد عن الحضارة المصرية باللغتي العربية والكرواتية. سوف نتحدث اليوم عن معبد من معابد النوبة، وهو معبد المحرقة كما أطلق عليه، ولقد خصص هذا المعبد لعبادة الإلهة إيزيس زوجة الإله أوزوريس وأم الإله حورس. ولقد حظت الإلهة إيزيس باحترام جميع الرومانيين والنوبيين معا، حيث أن البحارة الرومان قد أخذوا عبادة الإلهة إيزيس لكي تعبد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. مع الجدير بالذكر أنها وجد معبد مكرس لعبادة الإلهة إيزيس في لندن. ويرجع اسم المحرقة أن المعبد كان موجودا في مكان درجة الحرارة فيه مرتفعة جدا، إنما الاسم اللاتيني للمعبد أطلق عليه اسم هيريتوكا مينوس أي شجرة الجميز، وكان معظم أجزاء هذا المعبد مهدمة لأكثر من 3 أرباعه، فتم تجميع تلك الأجزاء أثناء عملية الإنقاذ والنقل وتم إعادة بناؤه. ويوجد بأعلى المدخل مباشرة باسم الأرش، وهو من الاختراع الروماني وليس من صنع القدماء المصريين، إنما القدماء المصريين صنعوا أشياء مثل السقف المقبي. والفرق بينه وبين الأرش الروماني إنه به حجر يوجد وسط المباني يحمل الثقل، أما عند دخول المعبد يوجد فناء مفتوح، وإلى اليسار توجد به أعمدة بها ستائر حجرية، ولذلك لأول مرة، حيث أنه من المعروف أن تلك الأعمدة المتصلة بالستائر الحجرية كانت تقام في واجهة المعابد وليس بداخلها وفي إحدى الجوانب كما هو موجود داخل معبد المحرقة. كما يلاحظ أن المعبد كله خالي من أي نقوش بالمرة إلا تلك التي توجد خلف الستائر الحجرية وتلك النقوش التي لم تكتمل داخل المعبد. وعند دخول المعبد في الفناء المفتوح يوجد رسومات ذو الطابع الروماني، وعبارة عن أن الإله حورس مرتديا التاج المزدوج وهو يقدم القرابين من النبيذ، ويرافقه كل من الإله مين إله الإخصاب عند القدماء المصريين والإله سرابيس، وأيضا يوجد الإله إيزيس بالملابس الرومانية. وشكرا لحضراتكم، وكان معكم خالد يوسف الحناوي، متخصص وباحث في علم المصريات.